النهارده هنتكلم عن انواع الواي بروتين. الواي بروتين مش نوع واحد، الواي بروتين فيه 4 انواع. تعالوا نعرف كل نوع فيهم باختصار. اول نوع وهو الواي بروتين كونسنتريت، وده اكتر نوع منتشر وارخص نوع فيهم، مش عشان هو وحش، لا هو اكتر نوع فيهم منتشر معظم الناس بتاخده، وهو الواي بروتين كونسنتريت. بيكون البروتين فيه 80% والباقي دهون ولاكتوز، والامتصاص بتاعه بيكون من نص ساعه لساعتين. تاني نوع وهو اغلى شويه وهو الواي بروتين ايزوليت، وده من اسمه كده واضح ان هو ايزوليت، يعني منزوع منه حاجه او معزول، وهو فيه بروتين 90% والامتصاص بتاعه اسرع شويه، ممكن يوصل بس لحد نص ساعه، وكمان اللاكتوز فيه قليل، ودي الميزه بتاعته. لو حد عنده حساسيه لاكتوز هيبقى ده الافضل ليه. النوع اللي بعد كده وهو الكازين، وده الابطا امتصاص، وده الامتصاص بتاعه ممكن يوصل ل 8 ساعات، يعني بيقعد في معدتك لحد 8 ساعات بيتهضم. فعشان كده بناخده في رمضان مثلا بعد السحور، عشان بنقعد فتره طويله ما بناكلش وما ندخلش نسبه بروتين عشان نحافظ على العضلات، او حتى لو حد عامل دايت قاسي شويه وعايز يحافظ على عضلاته او يقعد في جسمه بروتين فتره اطول، فبيتاخد قبل النوم. ونيجي للنوع الاخير واغلى نوع فيهم وهو الواي بروتين هيدرولايز، وده نسبه البروتين فيه برده من 80 ل 90% او اكتر شويه، لكن الميزه بتاعته انه اسرع نوع فيهم في الوصول للعضلات واسرع نوع امتصاص، فتاخده بعد التمرين هيوصل لعضلاتك مباشره. والنوع ده عشان كده اغلى نوع فيهم، عشان اسرع نوع في الامتصاص. بس كده، وبكده نبقى اتكلمنا عن مكمل البروتين بالانواع بتاعته او الواي بروتين بالاربع انواع بتوعه. شوف عايزنا نتكلم عن انهي مكمل الفيديو الجاي واكتب لي في كومنت، ولو مش متابعني تابعني عشان ما يفوتكش كتير، وما تنساش اللايك. سلام.